نجم المنتخب الكاميروني السابق محمد إدريس مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022 بعد تغلبه على منتخب الجزائر في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى شاكر بتاريخ 29 من مارس الماضي. وظهر إدريس في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تامن رئيس الاتحاد صامويل إيتو شراء التأهل إلى المونديال. وقال إن إيتو قدم رشوة إلى لحكم بكاري غاسام لتسهيل فوز الكاميرون على الجزائر والعبور إلى كأس العالم. وفي الفيديو انتقد إدريس استبعاد ميشيل نيجادو من القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون المشاركة في كأس العالم. ضيفاً، إدريس كان وراء الهدف القاتل الذي سجله إيكامبي في مرمى الجزائر. وقال إدريس موجها حديثه إلى إيتو: لقد اشتريتم المباراة أمام الجزائر. نحن نعرف ماذا حدث في هذا اللقاء. لقد تم شراء الفوز والتأهل. وأضاف إدريس: المدرب سونغ لا يعرف أسماء اللاعبين الذين استدعاهم للمونديال. القائمة وصلت للمدرب بعد إعلانها. يذكر أن الجزائر كانت تقدمت باحتجاج بداعي التعرض لظلم تحكيمي أمام الكاميرون، وذكرت تقارير محلية أن اتحاد الكرة الجزائري كان يسعى إلى معاقبة الحكم الغامبي بكاري غاسام وإعادة المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون 2-1 وتأهلها إلى مونديال قطر. وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مايو الماضي أن الاحتجاج قد تم رفضه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.